السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين هنعمل النهاردة فيديو هيعجبكم قوي. نتكلم فيه عن هعمل لكم خطة اسبوعية، يعني هي خطة شهرية هنقسمها ل4 اسابيع. عندنا الشهر 4 اسابيع. هعمل معاكم اول خطة اللي هو اول اسبوع من الشهر. عادي ممكن تبدأيها دلوقتي او ترحليها لاول الشهر، تبدأيها من اول الشهر براحتك. اول حاجة يا ستي هتروحي تجيبي فرخة كبيرة حوالي 2 كيلو وربع. هتقطع معاكي اليومين دول في الاسعار الفراخ هتقطع معاكي حوالي 170 جنيه، مش هتزيد عن 170. تمام. هتجيبيها فرخة كبيرة عشان تقدري تقسميها اكلات كويسة. هنعملها 4 اكلات، يعني 4 ايام في الاسبوع. احنا عايزين اكلات الاسبوع دي. على فكرة يا جماعة خطة الاسبوع للغدا، يعني فلوس الغدا اللي انت بتصرفيها. اول حاجة هاخد هقطع الصدر بتاعها لصدرين، وهشيل الجناح على جنب والرقبة، يبقى معانا صدرين كده. ربع هعمله بانيه، والربع الصدر التاني اعمليه فاهيتا، اعمليه شاورما، على اساس انه بيتقلب معاه بصل وفلفل وكده، فبيرمي معاكي. ممكن تعمليه سندوتشات مع بطاطس. الوركين هيبقوا اكله. ماشي زي ما قلت لك. الجناحين ومع الرقبه مع الكبده والقنصه بتاعه الفرخه دي اعملي بيها ورقه خضار. عارفين انتوا ورقه الخضار؟ او اعملي بيها صينيه بطاطس. المهم اعملي بيها غدوه وخلاص، اهو يوم وهيعدي. تمام. ده كده 4 اكلات معاكي. يبقى الفرخه عملنا منها 4 اكلات. على فكره ورقه الخضار بتبقى حلوه جدا. معانا كمان هتجيبي سمك شبار هتقليه في حدود ان الكيلو 60 او 70. هتجيبي ب120 جنيه. يعني هاتي لو هو ب60 هتجيبي حوالي هيبقى 2 كيلو الا ربع. لو هو ب70 هيبقى تقريبا كيلو ونص. هتجيبيه وتقليه. ده غدوة. هنجيب ربع عدس اصفر، تقريبا الربع حوالي ب17 جنيه، و6 بيضات. هنقول 5 في 6 ب30 جنيه. ده يوم عدى اللي هو الكشري الاصفر. هتعملي يوم، انا بقول لك افكار كمان هتطبخي ايه، يعني دي ميزانيه الاسبوع مع كل يوم هتطبخي ايه. مش هخليكي تحتاري ابدا. هنعمل صينيه معمر مع صينيه بطاطس. الاكله دي جميله قوي. اعملي جنبها شويه سلطه. هنستخدم كيلو اللبن ب35 جنيه، والبطاطس احنا هنحطها في الخضار اللي هنعمل له ميزانيه دلوقتي. يبقى ده يوم كلفك برضو ال35 جنيه. احنا هنطلع كده؟ طلعنا 7 اكلات. يوم معمر، يوم كشري، يوم سمك، يوم اللي هي و4 ايام اللي هي الفرخه. اكلات الفرخه يبقى 7 ايام. طيب هنجيب كمان؟ هتجيبي 3 كيلو رز. هنقول الكيلو متراوح 25، يعني 75 جنيه. وهتجيبي كيلو مكرونه 25 جنيه. تمام. فاضل معانا هنجيب خضار الاسبوع. هتحتاجي قلنا بطاطس اصلا في الاكل، هتعوزي بقى خضار تعملي سلطه بتاع، لازم تشتري خضار الاسبوع. خضار الاسبوع هعمله 100 جنيه. هتقسميهم بقى. شوفي انت احتياجك ايه في الاسبوع. بتعوزي بطاطس، هتعوزي خيار، هتعوزي طماطم، هتعوزي الفلفل، الكلام ده كله. تمام. عملنا لها 100 جنيه. انا قلت لك تشتري كل الخضار اللي انت مثلا بتحتاجيه. طيب احنا عايزين بقى نحسب الحاجات دي من اول الفرخه فوق. هنكتب 170 اللي هي الفرخه، وهنكتب معانا السمك 120، والعدس بالبيض تقريبا لا بالظبط 47. يبقى كله انا حسبت لغايه تحت خالص بالخضار والمكرونه، واحسبي ورايا طلعوا كله 537. احنا قلنا ميزانيتنا 600. طب باقي ال600 ده هنجيب بايه؟ هتجيبي بيه الفاكهه. تمام. 67 جنيه اللي هيفيدوا. يعني لو طرحت ال600 من 537 هيفضل لك 67 جنيه. ال67 جنيه قسميهم هاتي بيهم فاكهه.
والله عايزه تزودي زودي، بس هي دي ميزانيه حلوه قوي. هتكتبي انت ال7 ايام دول عندك على التلاجة، مش لازم بالترتيب اللي انا كاتباه، غيري في الترتيب. ده عندك اكلات اول اسبوع ما شاء الله 600 جنيه، حلو قوي. ايه رأيكم بقى في خطة الاسبوع؟ عايزاكم تقولوا لي كده ايه رأيكم، عجبتكم ولا ايه؟ هل فيها حاجة ناقصة، فيها حاجة زيادة، شايفين ان انا كنت ممكن حاجات نحطها، حاجات نشيلها؟ افكار بديها لكم. وايه كل واحد والله اللي عايز يزود يا جماعة يزود. الميزانية دي انا عاملاها للناس اللي بيبقى معاها فلوس على القد، عايزة تصرف. زي ما قلت لك يا حبيبتي، انا عطياكي 600 جنيه ميزانية اسبوع بالاكلات، مش هتحتاري ابدا معايا. اشوفكم ان شاء الله، هعمل لكم فيديو الاسبوع التاني قريب باذن الله. سلام.